نحن كمكون سرياني طبعا اللغة الرسمية يعني هي اللغة السريانية والكردية إلى جانب العربية طبعا، وهي تحمي حقوق كل المكونات من سريان وكرد وعرب، خصوصا المرأة وحقوقها. ويعني كمان في شغلة كمان إنه القضية السريانية كمان أثبتت كانت في العقد السابق القديم يعني، وهلا كمان رجعت أثبتت قضية السريانية كمواطنين لنا حق في العيش في أرضنا التاريخية في بلدنا الأصلي سوريا بيت نهرين يعني. وطبعا مع كافة شعوب بالتوافقية والتشاركية مع كافة شعوب المنطقة، باعتبارنا نحن يعني مجتمع ديمقراطي تعددي يحوي كل المكونات وكل الأقليات وكل الأثنيات يعني، حتى إذا قلنا تشاشان وتركمان ويزيديين ويعني نحكي على كل حتى الأثنيات يعني القليلة يعني حمى حقها يعني ما همش حدا هذا العقد الاجتماعي. وهذا يعني رح يكون كمان إنجاز من إنجازات الإدارة الذاتية، ورح يقدم لنا فوائد يعني نستمتع فيها كشركاء يعني وشعوب المنطقة جميعا. طبعا يعني المرحلة القادمة كانت كويسة، بس المرحلة المستقبلية عم نشوفها أفضل كتير طبعا بعد كتابة مسودة العقد الاجتماعي، لأنه هون صار في من 30 شخص اللي حكينا عليهم كانوا ممثلين من جميع شرائح شعوب المنطقة اللي في شمال شرق سوريا عامة، ويعني كأرمى مثل ما قلتي تركمان تشاتشان تشركس يزيدين يعني أخاف أرمن أخاف ما أغفل سريان عرب كرد يعني ما أغفلتوا حدا يعني راح يشاركوا هالممثلين كان عن أطيافا حتى مجتمعات منظمات مجتمع مدني منظمات كان فيها يعني تشوفي من كل الشرائح يخدم كل الشرائح ويثبت حقوق كل الشرائح بالتشاركية وعلى قدم المساواة. يعني هذا اللي أشوفه النظرة المستقبلية أنه راح يكون مفيد كتير لجميع شعوب المنطقة. طبعا حل مناسب لأنه كقانون كدستور يحكم كل يعني الموجودين هون كشعوب ويثبت حقوقهم وثقافاتهم وحق أن يمارسوا طقوسهم وعاداتهم وثقافتهم بدون أي حواجز وأي موانع ويتكلموا بلغات الرسمية يعني كمان هذا كتير مهم. وشفنا يعني أنه قبل أنه ما كان في حرية بهالشي. طبعا أحب أوجه شكر وبطاقة تهنئة هلا بأعياد نيروز وبالأعياد القادمة 1 أكيتو نيسان يعني أفرح شعبنا السرياني، وأقول إن نحن على قدم المساواة شعوب متعايشة منذ آلاف السنين مع بعضنا عايشين على المحبة وعلى الدفاع عن وطننا ونبذل التضحيات قدام وطننا فداء لوطننا، ونحن أرضنا هاي وكلياتنا مستعدين نكون فيها عايشين على قدم المساواة ومتشاركين مع بعض ومتحابين. وأقول لأخواتنا الأكراد طبعا هلا احتفالات نيروز هلا بعد شوي عنا احتفالية رح نروح نشارك وراح نطلع وفد رسمي كمان يوم 21 آذار نيروز عيد نيروز كمكون سرياني نعيدهم وهنن أقول لهم كل سنة وأنتم سالمين. إن شاء الله يكون أفراح نيروز تعم على الجميع على جميع شعوب المنطقة وتودي يعطيك العافية.